دلوقتي هاعلّمك تقنية مذهلة جدًا، جدًا، جدًا اسمها الAutoGenic. دي لو جرّبتها وطبّقتها هتغيّر حياتك 180 درجة، لو اتعودت عليها هتفيدك جدًا في حياتك. أول حاجة هنجيب إزازة ومَيّة، نملى كوباية بس واحدة، تمام؟ في البداية خالص وقبل ما أشرح بليز تعملوا لي follow like وexplore. عايز الفيديو ده يوصل لأكبر عدد من الناس، وأنا أوعدكم هتشوفوا حاجات أكثر جنونًا وإثارة ومثبتة علميًا في علم النفس، تمام؟ التقنية دي مستوحاة من science of linguistic programming، إن إحنا بنبرمج علينا الباطن أو البرمجة اللغوية العصبية. فنفترض مثلًا إن أنت عندك بكرة مقابلة عمل مهم، عندك بكرة خروج، عندك فرح، عندك بكرة يوم أنت خايف ألّا ما يطلعش زي ما أنت عايز. بمنتهى البساطة أنت هتعمل تصور جوه عقلك الباطن وترسخ فيه فكرة إن يومك هيبقى حلو، وهتثبتها بموضوع حاجة اسمها اللي هو النقلة ما بين الواقع والخيال، تمام؟ قبل ما تنام ب5 دقايق عايزك تتخيل إن يومك اللي هو بكرة كان أجمل ما يكون، تمام؟ أول حاجة هتعملها إن أنت هتشرب نص كوباية المَيّة اللي هو إيه قبل ما تنام كده، حلو؟ خلاص اشرب نص كوبايه الميه، حطها جنبك في مكان معين. تخيل في خيالك انك اول ما بتصحى من النوم اللي هو تاني يوم، اول حاجه بتعملها انك بتشرب النص التاني، وبعد كده بتقوم بتكوي قميصك الفلاني، بتلبس بنطلونك الفلاني، بتنزل الشارع الفلاني، بتركب المكان الفلاني، بتقابل الناس الفلانيين، بتعمل الاحداث اللي انت عايزها تحصل اليوم التاني، تمام؟ هنا لما انت هتصحى تاني يوم اول حاجه هتعملها انك فعلا تشرب نص كوبايه التاني. هنا عقلك الباطن بيبدا يدمج الحقيقه مع الخيال، يدمج الصورة الذهنية اللي أنت احتفظت بيها جوّه عقلك في الfolder بتاعك مع الواقع نفسه اللي بيقول ده فعلًا شرب نُص كوباية المَيّة في أول يوم، يبقى كل اللي هو بيتخيّله ده المفروض يبقى واقع، فهتلاقي عقلك الباطن بيهيأ لك الأحداث والظروف اللي بتخلّي يومك زي ما أنت عايز. الفكرة كلّها إن أنت بعيدًا عن أي حاجة ما ينفعش تنام وأنت زعلان، ما ينفعش تنام وأنت في حاجة لسه ما اتقفلتش جوّاك، لإن عقلك الباطن هيبدأ يحتفظ بيها في folder جوّاك، هيبدأ تلاقي الfolder ده مفتوح، فبتلاقي إن الجرح ما اتقفلش، إن لسه في حاجات بتضايقك ومشاعر سلبية بتيجي لك. فعشان كده بعيدًا عن التجربة دي، قبل ما